الله على أحلى حلويات كده تاكليها وهي ساقعة ومرطبة على قلبِك، يالّا بينا أقول لِك من نُص كيلو لبن تعملي الكمية دي كلّها وتأكّلي الحبايب، يالّا بينا نشوف المقادير اتعملت إزاي وإيه الحلا الحلو الجميل والألوان الحلوة المبهجة دي. إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يالّا بينا نشوف مقادير المكونات اللي معايا. المكونات اللي معايا عبارة عن كيلو لبن أو نُص كيلو لبن ونُص كيلو مَيّة، خلاص بنُص كيلو لبن ممكن تعملي الكمية دي كلّها، يبقى هنا حطيت في كل حلة من الحلل دي كيلو لبن، هنا كيلو لبن وهنا كيلو لبن، دول 2 كيلو لبن أو ده كيلو لبن واحد وقاسماه على 2 ومزوّداه إيه، نُص كيلو مَيّة. هاحط في كل حلة 5 معالق سكر، عليهم معلقتين نشا، عليهم 3 معالق كاستر، خلاص يبقى في كل حلة 5 معالق سكر و2 نشا و3 كاستر، وهاقلبهم على البارد وبعد كده هارفعهم على النار. في حلة هاحط لون أصفر وفي حلة هاحط لون أحمر. طب اللون الأصفر ده منين؟ اللي هي الألوان معايا الغذائية هنا المُصرّح بيها، معلقتين نشا، هي عليهم والأحمر. 3 معالق ومعايا علبة كاستر، عليهم 5 جيلي معالق سكر. فراولة وعلبة جيلي زي ما انتم شايفين كده. يبقى هنا معايا خوخ، اللبن اللي هو اللي بيبقى كيلو لونه لبن، أصفر، عليه خلاص عشان معلقتين ما نشا، انتهوش معايا. عليه 3 معايا في معالق كل حلة كاستر، من الحلل دي عليهم كيلو 5 لبن، معالق سكر. خلاص ممكن تعملي ممكن لو نص عايزاه مية مسكر ونص قوي لبن. تزودي معلقة حطيت في يبقوا كل 6 حلة معالق. 5 خلاص معالق يبقى انا سكر، حطيت على كيلو معلقتين اللبن، نشا، ممكن كيلو 3 اللبن يبقى معالق نصه كاستر مية ورشة ونصه فانيليا ودوبتهم لبن. على البارد. خلاص كيلو حطيت في اللبن بياخد الكسرولة المقيت معلقتين ديت كاستر اللون الأصفر مع معلقتين الكاستر. أما في الحلة نشا أم إيدين عليهم 2 3 ديت معالق هاحط كاستر. اللون خلاص الأحمر، وحطيت هابتدي 5 أدوب معالق فيها أدوب سكر فيها، خليكم ورشة عارفين إن فانيليا. أنا دوبت خلاص الأول على دول البارد كده وبعد المكونات اللي كده معايا رفعته على ودوبتهم النار على اللي البارد. هو المحتوى وبعد معايا كده كيلو رحت لبن، حطهم عليه فين على 5 النار. معالق خلاص سكر، جبت هنا عليه بقى معلقتين نشا، علبة عليهم جيلي 3 معالق فراولة كاستر، عليها لون عليهم أحمر، رشة فانيليا. وابتديت أول ما أدوبها يبتدي كده كده وأول ما يتقل السمك معايا الكاستر هابتدي مسك أنزل هنزل كده إيه بكيس الجيلي دوبته في كوباية مية ساقعة اهيت اللي هو في الطبق ده. يبقى دوبت كيس الجيلي في كوباية مية ساقعة من الحنفية عادي، ورحت حاطة عليها نقطتين لون أحمر ودوبتهم كده في الطبق، وهنزل بقى إيه باللون بكوباية الجيلي الساقعة ديت على إيه، على الحلة زي ما انتوا شايفين. أنا عملت الخطوة دي في الجيلي الأصفر، دوبت الجيلي الأصفر مع اللون الأصفر، دوبتهم في كوباية مية من الحنفية ودوبتهم جدا، ورحت نازلة عليهم بالخليط اللي في الإيه، اللي في الكسرونة اللي بالإيد دي. خلاص بحاول أوضح لكم بس انتوا شايفين قدامكم أهو. بصوا اللون الأحمر بقى بان إزاي زي ما انتوا شايفين. يبقى هنا دوبت كيس الجيلي الفراولة مع نقطة اللون الأحمر في كوباية مية من الحنفية، بس ما فيهاش سكر ولا مية سخنة ولا حاجة. دوبتهم حلو لما دابوا، بعد كده نزلت عليهم على الكاستر اللي على النار لغاية لما دابوا وتقلوا كده. اللون الأصفر ده عبارة عن جيلي جيلي أناناس أو جيلي خوخ، هو اللي بيدينا اللون الأصفر ده. خلاص وحطيت نقطة لون أصفر من الألوان الغذائية. مش عايزة تحطي ألوان براحتك، بس الألوان دي بتخلي الولاد كده إيه تفرح بالحاجة وتاكلها. بعد ما الخليط تقل كده سبته يهدى شوية، وابتديت بقى أصب كده الخليط زي ما انتوا شايفين، حطيته في شفاشق كده عشان أعرف أصبه وأعمل الشكل الحلو اللي انتوا شايفين قدامكم. هقول لكم تاني المقادير عبارة عن كيلو لبن بياخد 5 معالق سكر، بياخد معلقتين نشا، 3 معالق كاستر، وعليهم باكو جيلي فراولة مثلا ولون أحمر. الخطوات عبارة عن حطيت كيلو اللبن، حطيت عليها 5 معالق السكر، حطيت عليها معلقتين النشا، 3 معالق كاستر، رشة فانيليا، ودوبتهم على البارد خالص قبل ما ارفعهم على النار. وبعد كده حطيتهم على النار، واول ما بدأوا يتقلوا زي المهلبية عادي خالص، رحت مدوبة كيس الجيلي في مية، في كوباية مية معيار الجيلي كوباية مية من مج الشاي. حطيت عليه كيس الجيلي وحطيت عليه لون احمر، ورحت مدوباه جامد جامد جامد، ورحت نازلة على الايه، على الكاستر لما مسك وتقل. اوعي تنزليه قبل ما الكاستر يتقل، لو الكاستر ما تقلش هيفصل معاكي
ويروب اللبن. خلاص هنا بقى خلصت محتوى العبوات كلها وفرخت الشفاشق كلها وعطاني الكمية دي ما شاء الله. شايفين الكمية ياما ازاي؟ يا رب تكون الطريقة عجبتكم. هسيبه بقى يبرد، وهنا بقى بعد ما برد خالص تماما دخلته التلاجة، وبعد كده ساعة من التلاجة طلعته. هبتدي كده اقلبه معاكم زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله طعمه حلو جدا جدا جدا. على فكرة هو مش مكلف ولا حاجة، يعني مش زي ما تجيبي حاجة من بره. باللبن من اللبن عندك في البيت تعملي حاجة حلوة للولاد بنظافة البيت. الولاد فرحانين بالألوان دي جميلة جدا. اهو ما شاء الله متماسك. وطعمه زي العسل. دي بقى بيسموها المهلبية بتاعة الأفراح، اللي بتتقدم في الأفراح على السفرة بتاعة الفرح.